بصوا يا جدعان، اليومين الجايين دول محدش يكلمنا عشان احنا كطلبه خلصنا امتحانات وسيبنا هم وتعليم وداخلين على هم ما يتلم. يعني اليومين الجايين دول هتشوفني في الشارع تدعي لي، هتشوفني بقى حالق راس مير واجرع شبه البطاطسه. ما تقعدش تتريق عليا بقى، لان انت عارف ان انا مقدم في الجيش وبفايش. يعني الواحد قسما بالله خلصت امتحانات ما لحقتش افرح، ما لحقتش اغني وحياه قلبي وافرح، وما لحقتش اقول وحياه اي عضو فيا، ما لحقتش انزل ستوري ان انا خلصت. لقيت بقى ايه المتحدث العسكري الاعلان عن قبول دفعه جديده من المجردين. طب استنونا نفرح، وانا خلصت امتحانات ومش عايز افرح. في حاجه ناسيها، قاعد اقول يا تشريف في حاجه ناسيها. انت طلع الجيش، طلع هم ما يتلم، طلع ان انا ورايا بلاوي سنه جايه في حياتي هتشوفوا مني حد تاني خالص. هتشوفوني وانا مقاتل بقى، انا داخل الجيش مرحله تاني. مش عايزك تشوفني تقول لي ازيك، قول لي ازيك يا مقاتل. بس يا ريت يعني يا امير، يعني الاكل بتاعنا مثلا في الجيش يبقى جوسي، فاهم؟ يعني برجر، سماش برجر، بانيه كده، يعني مثلا بروستد، لكن عشان نديكوا اقوى ما عندنا بقى. وكلمتين بقى للناس اللي مش كل ما حد يشوفني يقول لي ده انت خلصت تعليم، ده انت ليلتك سودا، ده انت هتدخل الجيش، ده انت هتشوف ايام سودا. ما تبقاش لا مؤاخذه يعني سيكه بتغسل بوكسرات القائد وتيجي تقول لي ده انت هتشوف ايام سودا. انت بتعمل ايه في الجيش؟ يعني الواحد يبقى اقصى حاجه عملها في الجيش غسل سلبين للقائد ويجي يقول لي ده انت وانت شفت حاجه؟ ده انت لما لسه تدخل الجيش بقى وتحلق. ما طبيعي هحلق ميري، يعني ما انا طبيعي ادخل الجيش احلق ميري. يعني انت دخلت الجيش مدرج، دخلت الجيش مستشهر، يعني ما كلنا نحرق ميري. ده شرف ليا ان انا احلق ميري، تمام؟ فما تبقاش يعني فرحونا، يعني بلاش تحبطونا من اولها. يعني انت مش اما تروح مثلا كل اجازه تقتل لك 6 7 ارهابيين عشان تخوفني من الجيش. ده انا زي ما قلت لكم ما تغسلوا البوكسرات، فما تحرقوش دمنا على حاجه فاضيه يعني يا اخوانا. وحاجه تاني مهمه، يا ريت ما بعد اذنكم ما حدش يقول لي بعت لي ال 110 بتاعتك واعتبر نفسك هتغطي الجيش في بيتكم. مش عايز اسمع الكلمه دي، تمام؟ عشان انا مش عايز اديك ال 110 بتاعته وتوديني السلوم على حدود حلايب وشلاتين هناك اعمل ارقص دانس مع الجماعه السودانيين اخواتنا، تمام؟ فما حدش يقول لي هات ال 110 وهريحك واجيبك تخدم تحت بيتكم. والمشكله اللي بيقول لك اجيبك تخدم تحت بيتكم هو اصلا بيبقى بيخدم في شمال سيناء في بئر العبد هناك، تمام؟ فخلوها تمشي زي ما هي ماشي. والبنات بلاش كده، يعني مش معنى ان مثلا المرتبطه بيها وخطيبك دخل الجيش انك تكتب في البايو مرات على الظابط. انت مش خاطبه المنس ولا انت مخاطبه معاه مباحث القاهره، ده انت خاطبه عسكر يعني، فاهماني؟ فبعد وبرده نبطل كذب، يعني نبطل كذب من الناس اللي في الجيش. ما تقعدش تكذب علينا بقى وتقول لنا ده انتوا مش عارف هتجروا ضاحيه 10 كي. يعني انا ليا واحد صاحبي اصلا جيشه في جنوب سيناء وبيقول له ده انا بجري ضاحيه الساعه 6 الصبح. بتجري فين يا ابني؟ على شاطئ البحر الاحمر على حمام السباحه؟ يا رب اجريها الضاحيه ده، يا رب اجريها لمده 6 سنين. اكتبوه له يا رب الجيش ده، تمام؟ يعني اتمنى ان احنا نكون فهمنا الكلام اللي انا عايز اوصله. يا رب، يا رب اعفى، يا رب، يا رب وحياة النبي اعفى، هعيط يا رب، يا رب اديني اعفى، يا رب، يا رب اديني اعفى لاي سبب، يا رب، يا رب، يا رب اديني اعفى، احول، معاق، اي حاجه يا رب، اي سبب اخلق فيها مرض اديني بيعفى وبعدين اشفينا يا رب، يا رب اعفى يا رب.